تخيل معايا كده لو العالم كله ما فيهوش غير عيلة واحدة بس، ومفيش أعداء ومفيش حروب ومفيش حتى جيران تضايقك، وفجأة وفي لحظة غل وعصبية تحصل أول جريمة قتل في تاريخ البشرية. بس الصدمة إن القاتل والمقتول إخوات. والسؤال هنا، ليه الواحد يكره هنا حياة أخوه اللي من لحمه ودمه؟ وإزاي الغيرة ممكن تعمي عين بني آدم وتخليه يعمل أبشع حاجة ممكن تتخيلها؟ والأهم من كل ده، إزاي الغراب يكون هو المعلم الأول للإنسان وهو في قمة ضياعه؟ يا اهلا بكم، معكم عبد الرحمن صاحب قناة حكاوي الدهشات، وحكايتنا النهاردة معانا قصة هابيل وقابيل. الحكاية بدأت والأرض لسه بكر. سيدنا آدم وستنا حواء خلفوا ولدين، الأول قابيل وده الكبير وبيشتغل في الزراعة، وهابيل وده كان الصغير وكان بيشتغل راعي غنم. قابيل كان شخصيته ناشفة ودايما متمسك برأيه وشايف إنه الأحق بكل حاجة لمجرد إنه الكبير. أما هابيل فكان قلبه أبيض ودايما راضي باسمته، وعلاقته بربنا كانت قوية جدا. زمان كان الشرع محلل إن كل واحد يتجوز توأم أخوه. قابيل ما كانش عاجبه النصيب ده وكان مصمم إنه يتجوز توأمته هو علشان كانت أجمل. سيدنا آدم علشان يحل المشكلة قال لهم كل واحد يقدم قربان لربنا، والقربان ده اللي هو الهدية، واللي ربنا يتقبل منه يبقى هو اللي صح. هنا بقى بدأت تظهر النفوس على حياتها. هابيل راح نقى أحسن كبش في غنمه وقدمه لربنا وهو كله حب وإخلاص. فأما قابيل فاستخسر، راح جاب شوية زرع دبلان ووحش وقدمه كقربان وهو مش فارق معاه. في اللحظة دي نزلت نار عظيمة من السماء وأكلت قربان هابيل وسابت قربان قابيل زي ما هو. بدل ما قابيل يراجع نفسه، الغل ملا قلبه وبص لأخوه بكل قسوة وقال له أنا هقتلك. رد هابيل عليه بكل هدوء واحترام، يا أخويا ربنا بيتقبل من الناس المتقين، ولو فكرت تقتلني أنا مش همد إيدي علشان أقتلك لأني بخاف ربنا. كلام هابيل زود جنون قابيل، وفي لحظة شيطانية وقابيل مش شايف قدامه هجم عليه أخوه وهو غافل بحجارة كبيرة على دماغه. وقع هابيل سايح في دمه وفاضت روحه للي خلقه. في اللحظة دي سكتت الدنيا كلها. في اللحظة دي كان قابيل واقف مذهول لأنه كان أول مرة يشوف جثة وما كانش يعرف يعني ايه موت، ولا حتى عارف يعمل ايه في الجسم اللي قدامه ده. في اللحظة دي قابيل شال جثة أخوه على ظهره ومش عارف يروح فين ولا يوديها فين من كتر الخوف. وبعد ما هبط من كتر اللف وشايل أخوه على كتفه شاف غرابين بيتخانقوا قدامه، واحد منهم قتل التاني. وبعدين الغراب القاتل بدأ يحفر في الأرض ويدفن الغراب الميت. قابيل في اللحظة دي بعد اللي شافه انهار وقعد يعيط ويقول يا ويلي، عجزت أن أكون في ذكاء الغراب وأداري جثة أخي. حس ساعتها قد إيه هو بقى ضعيف وقليل قدام طائر صغير. وبعد الموقف ده قابيل دفن جثة أخوه، بس ما خلصش من ذنبه. الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن أي جريمة قتل بتحصل لحد يوم القيامة قابيل بياخد منها نصيب لأنه هو اللي بدأ القتل. قصة قابيل وهابيل درس بيعرفنا إن الغيرة والحسد ممكن يحولوا الإنسان لوحش. قبل ما تقفل الفيديو، تفتكر إيه هي أكتر حاجة بتخلي الغيرة تسيطر على البني آدم في وقتنا ده؟ وهل في قابيل لسه عايش وبنشوفه كل يوم بصورة تانية؟ مستني رأيكم في الكومنتات، ولهنا نكون وصلنا لنهاية حكايتنا. متنسوش اللايك والسبسكرايب، وعلى اللقاء في حكاوي أخرى إن شاء الله.